السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تطور جديد في قضية اعتداء المسن بولاية سيدي بالعباس. حسب آخر الأخبار، من المنتظر أن تمثل المرأة الضحية غدا الأحد أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سفيزاف في ولاية سيدي بالعباس بعد أن كشفت أنها تعرضت لضغوط من أجل قبول جلسة الصلح، مؤكدة أن القرار لم يكن صادرا عن قناعتها الشخصية. هذه التطورات تعيد الملف إلى الواجهة من جديد، خاصة بعد موجة الاستنكار الشعبي والحقوقي التي رافقت مشاهد الاعتداء، والتي وصفت بالصادمة وأثارت جدلا واسعا حول ثقافة الصلح في قضايا العنف الأسري والاجتماعي. مراقبون يعتبرون أن مثول المرأة أمام النيابة العامة كضحية يعكس منحا جديدا في القضية، قد يعيد النظر في مآلاتها القانونية، خصوصا في ظل مطالبات واسعة بتشديد الردع على مثل هذه السلوكات. برأيكم، كيف ستنتهي هذه القضية؟